السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة روتين جديد ووصفة جديدة، وهي وصفة تنظيف وتعطير التلاجة. طبعا كلنا عارفين ان احنا بقينا في الشتاء، والتلاجة بتاعتنا بقى طبعا ما بنستغناش عنها. وانا جايبه لكم بقى المرة دي وصفة حلوة قوي قوي، هتخلي لكم دايما التلاجة ريحتها حلوة ونضيفة. انت بس كل اللي عليكي هتجيبي الفانيليا، وهتجيبي كوبايتين مية دافية، وكوباية من الليمون، ومعلقتين كبار من الخل، ومعاهم معجون اسنان. زي ما انتوا شايفين كده، حطيت المية والليمون والخل، وهضيف دلوقتي معجون الاسنان. معجون الاسنان حلو قوي، بيدي ريحة حلوة وبيقضي على البكتيريا. وهحط دلوقتي الفانيليا، برضو الفانيليا زي ما انتوا عارفين بتدي ريحة حلوة قوي في التلاجة. مهما تفضل شهر شهرين الريحة بتفضل فيها ثابتة، ما بتروحش ابدا. هنقلب كويس قوي، بالذات المعجون، لان المعجون مش بيروح بسهولة. وهتجيبي بقى قماشة زي ما انت شايفة كده، ويلا معانا نشوف التلاجة بتاعتنا. هتبتدي بقى عند الفواصل اللي بتبقى تحت الارفف، هي دي اللي بتشيل بقايا الاكل، وبتشيل الأتربة، وبتشيل كل حاجة بتبقى متخزنة فيها التلاجة طول فترة التشغيل. وكمان هتيجي عند الباب كده زي ما انت شايفة، عند الكاوتشة برضو بتبقى فيها بقايا أكل، بتبقى فيها حاجات مستخبية فيها كده زي ما انت شايفة. هتبدأي كده تمشي عليها، وهتسيبي الخلطة شوية وترجعي تاني تمسحي بالقماشة بتاعتك او بالفوطة، هتلاقيها طلعت معاكي بكل سهولة. وانا هنا دلوقتي شلت الارفف عشان اعرف امسح تحتها كويس زي ما انتوا شايفين كده. الوصفة حلوة اوي وسهلة، انت بمجرد بس ما هتبخي بيها بالبخاخ عليها هتلاقيها وانت بتعملي بالقماشة بقت حلوة اوي. دي التلاجة بقى بعد ما خلصتها خالص، شايفين بقت نضيفة ازاي. ودي الحوامل بتاعتنا بعد ما غسلناها ونشفناها كويس بفوطة طبعا نضيفة وناشفة ومعقمة، علشان الريحة لازم تنشفها كويس اوي من المية علشان الريحة. وبعد ما تخلصي خالص هتجيبي كوباية مية وعليها باكو فانيليا، وتحطيهم في بخاخ، وترشي كده على الحوامل، وترشي على الارفف، وترشي عليها كده عند الباب. دي برضو هتخليلك الريحة بتاعتها حلوة اوي وثابتة. لو عجبك الفيديو لايك واشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس.